دو تيب. اولا لامبورطونس ديال السيكتور ديالكم على المستوى الوطني واللي كيترجم الاولويات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله والطاقه والطاقات المتجدده كيفاش بلادنا خصها تكون موجوده في السنوات القليله المقبله باش تكون الطاقه المتجدده تمثل اكثر من 50% الحمد لله. وصلنا لهذا الرهان بفضل الشركات المغربيه والجهود اللي كيديروا مهندس في الاطار المغربي ان شاء الله 2026 وغادي يباسي لي 50%. كذلك كيبين لابورطونس ديال السيكتور ديالكم au niveau de l'exploitation. C'est Ali Dalimen, en tant que président de Fédéral, je ne cesse pas de répéter que votre secteur, c'est le premier secteur exportateur au niveau de l'Afrique. Donc, هاد جوج ديال الحوايج هما اللي خلاو ما نركبوش في 12 وغادي نوصلوا ل 26 و 30 و 32 participation dans le secteur ديالكم parmi les secteurs à fort potentiel اللي ممكن نساعد في الشيفر ديال لي اكسبورتاسيون ديال البلاد ان شاء الله. السادس نصره الله المغرب يؤكد من جديد عبر تنظيم كل هذه التظاهرات وخاصه اليوم هذه التظاهرات ديال الملتقى الثاني ديال الالكتروتقني اللي من خلاله مع ليمانور كنأكدوا بانه المغرب ماشي في المسار ديال انه يحترم المعايير الدوليه ومعايير ديال التقييس الدوليه من اجل تكون عنده واحد الحظوه على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي، وكذلك في ميدان ديال الانتقال الى الطاقات المتجدده اللي المغرب الحمد لله يسجل ارقام متميزه. اليوم رحنا في حوالي 45% وغادي نوصلوا الى اكثر من 50% في سنه 2026، وهذا الشيء ما يمكن له يكون الا بمواكبه التقييس وبمواكبه انه نحترموا المعايير الدوليه. من اصل 18600 تقييس اللي دارته ليمانور، هذا التقييط حدق بحوالي 2000 تقييس، وبالتالي كيبين الجوده ديال المنتوجات المغربيه والجوده ديال الصناعه المغربيه فيما يتعلق بكل الطاقه فيما يتعلق بكل الميادين ديال الطاقه وخاصه الطاقات المتجدده. Chers amis et frères, Sir Douane, président de l'APELI et président de la Confédération africaine des métiers offshoring et des nouvelles technologies. علي الحارثي رئيس الفيدراليه الوطنيه للكهرباء والطاقات المتجدده والالكترونيك، بالحضور الوازن ديال السيد الوزير كاتب الدوله في التجاره الخارجيه، تنظم اليوم الفيدراليه الملتقى الثاني ديال الفنادق 200 دايز، والموضوع اليوم هو المقاييس. كما سيتعرف الجميع فالسيكتور ديالنا ديال الكهرباء تيخضع لبعض الضوابط والمقاييس اللي خصنا نحترموها باش يقدر المنتوجات يقدروا يخرجوا للسوق المغربيه والسوق الخارجيه. كما تعرف الجميع فعندنا استراتيجيه باش المنتوجات ديالنا ما يبقاوش غير في السوق المحلي، يخرجوا للسوق الخارجي، افريقيا واوروبا وامريكا. وباش يقدروا هاد المنتوجات ديالنا يخرجوا خصهم الباسبور ديالهم هما يكونوا واحد التطابقيه بارابور لي نورم. فبالنسبه لنا خصنا نواكبوا باش نقدروا نواكبوا حنا هذا التطور اللي صار في بلادنا بالنسبه للصادرات، فلازم يكون واحد بحال كما تنقولوا واحد الميزاجور ديال الشركات ديالنا ويوعاو بالاهميه ديال المقاييس باش يكون بعدا المنتوج يكون دو كاليتي، يكون فيه الجوده، ويكون حتى هو كما شرحت لكم يكون عنده الباسبور باش يقدر يسافر حتى هو ويمشي للخارج وباش نولجوا الاسواق الخارجيه بسهوله. اسمعوا اجي معنا ما كاين حتى شي مرة اجي معنا تفضل شوف Fédération africaine. On démarre.